لقي الحسن البصري رحمه الله رجلا، وكان هذا الرجل عليه آثار التفريط والتقصير والتهاون في طاعة الله، فأراد أن يقدم له نصيحة. فقال له الحسن: كم تبلغ من العمر؟ كم تبلغ من العمر؟ قال: 60 سنة، أبلغ 60 سنة. قال له الحسن: ما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ إلى نهايته؟ أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. قال: أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الحسن: أتعرف تفسير هذا الكلام؟ أتعرف تفسيره؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، هل تعرف تفسير هذه الكلمة أو لا تعرف؟ وهنا تلاحظ أمر مهم كان السلف رحمهم الله يعتنون به، ألا وهو فهم معاني الأذكار الشرعية. الآن تجد في المسلمين من يقول سبحان الله ولكن ما يدري ما معناها، ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يدري ما معناها، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا يدري ما معناها. وإذا سألت قلت: ما معنى هذه الكلمة؟ أقصى حد في الجواب يقول لك: هذه كلمة طيبة، كلمة جميلة، ذكر طيب، ذكر جميل. لكن الوقوف على المعنى كثير من الناس يفرط فيه. والأذكار الشرعية أثرها في العبد بحسب فهمه بمعناها وعلمه بمدلولها ومقتضاها. فقال له: أو تعرف تفسيره؟ قال الرجل: وما تفسيره؟ أي أنه قال كلمة لا يدري على ماذا تدل. قال: وما تفسيره؟ قال الحسن: إنا لله أي أنا لله عبد. إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي وأنا إليه راجع. وأنا إليه راجع لأنها تتكون من جملتين: الأولى إنا لله، والجملة الثانية وإنا إليه راجعون. فأنا لله عبد، أنا لله عبد وإليه راجع، ساقف بين يديه. قال الحسن: فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، أنت عبده وأنت راجع إليه، إذن هو سيسألك إذا رجعت إليه، فأعد للمسألة جوابا. أنت مسؤول، لا مناص لك عن هذا السؤال، فأعد للمسألة جوابا. الرجل هنا أدرك تقصيره وأدرك تفريطه، وعرف أنه سيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى ويجازيه ويحاسبه، فسأل سؤالا جميلا. قال: ما الحيلة؟ يعني أنا الآن أدركت أنني مفرط ومقصر، ما الحيلة؟ عمري الآن جاوز 60 ودنوت من الموت ولا أزال مقصر في جنب الله، إيش الحيلة؟ ماذا أفعل؟ قال: الحيلة يسيرة. وتأملوا في فضل الله سبحانه وتعالى ومن على عباده. قال: الحيلة يسيرة. قال: وما هي؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. والله لو يكون الذي مضى 60 70 80، إذا أحسنت فيما بقي يمن الله عليك بغفران ما مضى كله جل وعلا.